خليني اسألك سؤال. تفتكر ايه الدولة اللي امريكا شايفاها اخطر عدو ليها في العالم؟ طبعا اول حاجة هتيجي في بالك روسيا او الصين، بس الحقيقة لا. اكتر دولة امريكا بتعتبرها عدوها الاول هي ايران. بس المفاجأة الكبيرة بقى ان ايران ما كانتش عدوة امريكا اصلا. ايران كانت حليف قوي جدا لامريكا وكانوا بيشتغلوا مع بعض، وفجأة كل حاجة اتغيرت وبقوا أعداء وفي ما بينهم دم. إيه اللي حصل؟ وإزاي العلاقات دي اتغيرت من تحالف لحرب كلنا شايفينها دلوقتي؟ القصة كبيرة وفيها انقلاب وفيها ثورة وفيها اختطاف رهاين أمريكان لحد ما الموضوع وصل لحرب مباشرة ما بين إيران وأمريكا. لو رجعنا مع بعض لسنة 1953 هنلاقي إن إيران كان عندها رئيس إيراني منتخب اسمه محمد مصدق. الراجل ده قرر يعمل حاجة بسيطة جدا وطبيعية جدا. قرر ياخد البترول الإيراني من الإنجليز ويخليه للإيرانيين. بس المشكلة إن البترول ده كان مصدر فلوس ضخم جدا لبريطانيا. طبعا في الوقت ده البترول كان تحت سيطرة أمريكا وبريطانيا. أمريكا خافت من اللي الراجل ده عمله، وقلقت ان بعد ما الراجل ده يعمل كده بلاد عربية تبدأ تعمل زيه، وقرروا يعملوا حركة انقلاب على الرئيس الإيراني المنتخب. أمريكا وبريطانيا عملوا خطط ودعموا إسقاط النظام وإسقاط الرئيس مصدق، وفعلا تم إسقاط الرئيس مصدق ورجعوا شاه إيران للحكم مرة تاني. ومن اللحظة دي إيران والشعب الإيراني بدأ يشوف أمريكا مش حليف ومش صديق، بدأ يشوف أمريكا متحكم في إيران وفي قرارات إيران. ال25 سنة اللي بعد سنة 1953 الشاه الإيراني اللي أمريكا عينته حكم إيران بقبضة من حديد. كل ده طبعا بدعم كامل من أمريكا، اعتقالات وتعذيب وقمع. الشعب حرفيا كان بيغلي ومش مستحمل الوضع. 1979 الشعب الإيراني قرر يقول كفاية، أنا جبت آخر. الشعب الإيراني نزل الشوارع وأسقطوا النظام، واللي حصل بعد كده كان صدمة للعالم كله. تم اقتحام السفارة الأمريكية في إيران واختطاف 52 دبلوماسي أمريكي لمدة 444 يوم. تخيل، خطفوا 52 دبلوماسي أمريكي رهاين لمدة سنة ونص. ومن اللحظة دي أمريكا أعلنت إيران عدو رسمي. بس القصة موقفتش هنا، دي القصة بدأت هنا، وإيران بدأت تلعب لعبة أخطر، لعبة النفوذ. إيران دعمت جماعات في لبنان زي حزب الله. إيران ليها وجود قوي في سوريا، ليها وجود قوي في العراق. إيران بتدعم جماعة الحوثي في اليمن. يعني ببساطة أمريكا شايفة إيران عمالة بتكبر حوالين منها ونفوذ إيران عمال بيزيد. طب الكلام ده من ناحية النفوذ، بس الموضوع بالنسبة لإيران ما وقفش لحد هنا. ما تنسوش البرنامج النووي. إيران بدأت مشروع البرنامج النووي وبتقول البرنامج النووي بتاعي برنامج نووي سلمي. أمريكا ما صدقتش الكلام ده وقالت إيران بتعمل برنامج نووي لتصنيع قنبلة نووية. بس الحقيقة النووي مش كل حاجة، النووي مجرد فصل صغير في القصة الكبيرة. لو جمعت كل الأحداث اللي حصلت مع بعض من بداية انقلاب سنة 53 ودعم أمريكا الدكتاتور وثورة 79 وأزمة ال 52 رهينة أمريكية وصراع النفوذ وفرض السيطرة الإيراني ومشكلة البرنامج النووي، هتفهم حاجة واحدة بس: العداوة ما بين إيران وأمريكا مش بسبب البرنامج النووي ولا بسبب حاجة واحدة بس، دي عداوة اتبنت طبقة فوق طبقة على مدار سنين
غضب فوق غضب على مدار سنين، لدرجة ان هي اتحولت دلوقتي لحرب وصراع كبير جدا محدش مستعد يخسره. وعشان كده ايران بقت عدو امريكا رقم واحد، ومش بسبب النووي زي ما الناس كلها فاكرة، لكن بسبب تاريخ طويل من الخيانة والانتقام والصراع على السيطرة وفرض سيطرة امريكا على ايران. السؤال اللي بجد عايزكم تجاوبوا عليه، تفتكروا مين فعلا بيكسب الصراع ده، امريكا ولا ايران؟